عيد ميلادي 16 قرب خلاص. انتوا هتقدروا تيجوا؟ ما اعتقدش يا ابي. ما ينفعش نكون اصدقاء واحده فاشله. اوبس، اسفه بجد يا ابي. تاني؟ ايه ده؟ طيب اسمودي يا ابي. من فضلكم ما تتنمروش عليا. مفيش حد هيروح حفلتك الغبيه يا فاشله. هاي سيبوها. عامله ايه يا صديقتي المفضله؟ الحفله خلصت قبل ما تبدا يا مولي. انا انتهيت. لا طبعا، تعالي ورايا. خلينا نبتدي الميك اوفر بتاعك. واو المكان ده رائع. اكيد السويت 16 بتاعك كان اسطوري. انا عارفه. على العموم خلينا نبدا في الشغل. دي بنياتا. اكيد مليانه كاندي. تعالي على جنب. خدي دي وكمان دي. ابي كفايه. لا، انت بتعملي ايه؟ ده جيب الكاندي بتاعتي. احنا في مشكله كبيره. عندك مخرج طوارئ هنا؟ اوبس. ده بيوجع. ابي دي مش بنياتا. اهي بصي، دي علبه التجميل الخاصه بتاعتي. يا ترى ممكن نستخدمها عشان نحسن اللوك بتاعي؟ طيب ده يستاهل المحاولة. أول حاجة يلا نحل مشكلة الحبوب اللي عندك. كده واحدة راحت. يلا نروح للي بعده. ده مقرف. طيب ده مش هينفع. أنا آسفة على ده. فاضل واحدة بس. أنا ههتم بيها. ما كانش لازم تتعمل كده يا صديقي. أنا عندي الأداة المثالية عشان أتخلص منك. نفعت. طيب يا ابي، وقت انك تتمني امنيه. كيكه انا بحبها. ابي اظن كفايه تمني كده النهارده. اسفه يا مولي. هنشتغل على ابتسامتك كمان. انا هساعدك في ده. يلا نستخدم اداه الميه. واو مش نظيفه خالص. بس احنا نظفنا كل حاجه. هي قلتلك انه هينفع. بس استني، ايه ده؟ ده الديزرت بتاعي. الميك اوفر فعلا متعب. ابي شنبي رائع مش كده؟ طيب وقت التخلص منه. ده بيوجع. اصبري يا ابي، الجمال كله تضحيات. وقربنا نخلص. انا عندي فكرة افضل يا صديقتي. المفروض نستخدم واكس. واعتقد ان المفروض استخدام كريم للتجاعيد. سهل استخدامه. هيسخن وبعدين نمزجه ونبتدي شغل. ده لزق، ساعديني. اكيد طبعا، اصبري بس شويه. هنعرف نعمل كده مع بعض. مش نافع. يلا نجرب طريقه مختلفه. استعدي لتوزيع شنبك. طيب نفع ولا ايه؟ شفايفي بقت ناعمة جدا. حبيتها. أنا سعيدة عشانك. لكن احنا لسه ما خلصناش. بصي على ودنك يا ابي. ايه مشكلتها؟ لازم ننضفه. يلا نهتم بده. ما تقلقيش، أنا كويسة في الموضوع ده. ممكن تسرعي شوية؟ مش هينفع يا صديقتي. ده هيكون شغل معقد بس هنحله. هو ده لازم يا مولي. أنا هنضف ودنك. ما تقلقيش، قربنا نخلص. بس نظفي ودنك بنفسك من دلوقتي، اوكي؟ طيب يلا نشوف ايه الاخبار. نظيفة جدا. شكرا على المساعدة يا صاحبتي. دلوقتي يلا ناكل سناك صغير لعيد ميلادك. لذيذ جدا. بتعملي ايه يا ابي؟ يا ربي انا جعانة قوي. انا ممكن اكل حصان دلوقتي. بصي على المانيكير بتاعك يا صديقتي. ده مقرف، لكن انتي محظوظة. انا عارفة اساعدك ازاي. تعالي هنا. ده كان المبرد المفضل عندي. طيب يا ابي استعدي. لا ارجوكي ما تعمليش كده. ساعدوني، حد يساعدني. لا انا مربوطة. خلص. أنا عجبني اللوك ده، جميل وعملي. إحنا لسه ما خلصناش يا ابي. طيب الطرد وصل في وقته. طيب ممكن نعمله أحمر؟ اختيار رائع يا صديقتي. أنا عارفة هعمل إيه من هنا. حتى المانيكير سهل جدا صح؟ ابي بتعملي إيه؟ شكله كويس صح؟ عملت أفضل ما عندي.
خلينا ننظف الفوضى دي، أوكي؟ طبعاً يا صاحبتي. انسي المانيكير دلوقتي. يلا نستخدم ستيكرز أحسن، ده هيكون أسهل ليكي. واو بيلمع قوي. ده شكله حلو جداً عليكي يا أبي. ودلوقتي هتحتاجي كمان تسريحة شعر ستايلش. أوه أنتي جيتي منين؟ امشي من هنا. آسفة على ده يا أبي. أنا فين؟ إيه اللي حصل؟ مفيش حاجة كبيرة. استريحي أنتي في إيد أمينة. دي شوية حاجات بس. ده مش هينفع. شعرك محتاج شغل كتير. واو في حاجات كتيرة هنا. هاي اديني ده. أوه طيب ممكن تاكلي سناك. أنا خلصت هنا. دلوقتي يلا نعمل شعر كيرلي. تقدري تعملي ده؟ طبعا أقدر. استخدمي الخدعة الرائعة دي. كل اللي هنحتاجه مكوة شعر وقلم رصاص. واو ده نفع. لسه ما خلصناش يا أبي. انتي كنتي صح. الكيرل شكلها رائع عليا. حيوية جدا. كل ده ليا؟ انتي الأفضل يا مولي. واو ايه اللي لقيته ده؟ لازم تشوفي من قريب يا أبي. انتي كويسة يا صاحبتي؟ طيب أهلا بيكي. ده الدريسنج روم بتاعي. اعتبري نفسك في بيتك. حاضر لحظة بس. ده في حاجات كتيرة قوي هنا. دول هايلين. اتحركي يا مولي. أنا هاخد ده لنفسي. لأ. طيب يا مولي أنا خلصت. الملابس دي مخليني حاسة إني بطلة خارقة. طيب شكلي أعمل إيه؟ لا ده مش مناسب ليكي. انتي صعب إرضائك. طيب ودلوقتي عجبك ده يا مولي؟ لا مش عاجبني. خليني أساعدك أوكي؟ طيب بصي دلوقتي اتعرفي بنسختي الجديدة. هو ده التطوير الحقيقي يا أبي. شكلك زي عارضة الأزياء. طيب يلا بينا نبدأ الحفلة. لسه مش دلوقتي يا صاحبتي. قبل ما نبدأ لازم تستخدمي جهاز الإزالة. انتي محتاجاه جدا. بس ما تقلقيش مش هيوجع خالص. دلوقتي يلا نبدأ نتخلص من كل شعر. انتي شكلك بقى أحسن بكتير بالفعل. جميل. بس هعمل ايه في الحاجات دي؟ هتمسحيهم طبعا. أبي يلا بسرعة. انتي اهو. يلا اطلعي. ازاي ده بيستخدم يا مولي؟ ده اكيد سحر تجميلي. دلوقتي يلا نشتغل على الميك اب بتاعك. جاهزة؟ ايوه انا عارفة كل حاجة عن الموضوع ده. احنا دايما بنبتدي بالفاونديشن. لحد دلوقتي كله كويس. دلوقتي هنحط شوية جلاس. وما تنسيش نضيف هايلايتر كمان. ايه اللي بعد كده؟ بعد كده هنشتغل على منطقة العيون. اتفرجي وتعلمي يا أبي. مش هتعرفي نفسك بعد الخطوة دي. ويلا نستخدم شوية جليتر كمان. طيب وملمع الشفايف؟ كنت هنسى. انتي بتتعلمي بسرعة يا أبي. دلوقتي بتسمي. هيحبوكي جدا في المدرسة. أنا عارفة إن هما هيحبوني. هيا يا ولاد وبنات. أنا هعمل حفلة في البيت وعايزاكوا تيجوا. طبعا يا أبي. ما حدش هيقدر يفوتها. يلا نحتفل يا جماعة. ارقصوا لحد ما تقعوا. عيد ميلاد سعيد يا أبي. جبت كيك. شكرا يا دينيس. أنا هجيبها لك. لا أنا بوظتها. آسف يا أبي. هصلحها بأي طريقة. ما تقلقش يا دينيس. كفاية إنك فكرت فيا. كان لطيف جدا منك. اتبرعوا بأي كوين لفامباير محتاجة. في إيه مالك؟ دي منطقتنا يا مصاصة الدماء. أيوة امشي من هنا وهناخد ده منك. دي بتاعتي هاتها. احنا مش بنخاف منك يا فامباير. اوعى تزعجينا تاني. استنى يا آدم. بص في هناك فامباير مسكينة. احنا لازم نساعدها. دلوقتي اديني مسدسي. امشوا من هنا يا مغفلين. وإياكوا ترجعوا هنا تاني أبدا. اجروا وفكروا في اللي انتوا عملتوه.
إحنا ممكن نقنع الست الطيبة دي إنها تتبنانا. دلوقتي أبي أخيراً بقى لها أسرة خاصة بيها. أهلاً في بيتك الجديد يا حبيبتي. اتفضلي ارتاحي. أنا عمري ما كان عندي أوضة قبل كده. أوف، السرير ده مش مريح خالص. لحظة وهرجع لك يا أبي. وخلال الوقت ده استكشف المكان. أوه، يعني هي دي المشكلة. الناس الأغنياء ما بيستخدموش مراتب، لكن الفامباير دي جات لها فكرة. يلا نبدأ شغل. السرير ده هيكون ليه فرصة جديدة في الحياة، لكن الواضح إن مش كل الناس بتعجبهم التغيرات الجديدة. الفامبايرز في بيتكم ممكن يكونوا خطر جدا. أوه، كفاية يا آدم، خليك لطيف. حبيبتي أبي مجرد بنت صغيرة مبدعة. اصحي يا حبيبتي، سريرك الجديد خلص. ده من الذهب النقي، مثالي لبنت فامباير غنية زيي. أنا أسعد فامباير في العالم. لكن بلاش نعمل ده، أوكي يا آدم؟ أوبس، أنا آسف جدا يا أنسة أبي. هتشوفي أكتر أحلام مصاصين دماء مرعبة. صباح الخير يا عالم. ده ميعاد أكل وجبة صباحية. يا ترى هناكل إيه على العشاء؟ إيه رأيك في الشيء الصغير المنفوش ده؟ هاي، تعال هنا يا صديقي الصغير. مش هتنضم لي الأكل وجبة خفيفة؟ ما تحاولش تهرب، أنا همسكك بكل الطرق. أنت رايح فين؟ أنت هنا أهو. تعال ارجع، أنا عايزاك على الفطار. بابا، أنت هنا أهو. ما تاكلنيش لو سمحتي. أنا غير قابل للأكل، أقسم لك أنا. عصير الطماطم هو أكلي المفضل على الفطار. بونا بيتي يا أنسة أبي. أنتِ خلاص صحيتي يا حبيبتي. يا ترى نمتي كويس؟ آسفة، ما كانش قصدي. ولا يهمك يا أنسة أبي. شكراً يا آدم، أنت دايماً بتساعدني. استني دقيقة واحدة يا حبيبتي. الفامبايرز الأغنياء ما ينفعش شكلهم يكون عامل كده. إحنا هنا علشان نعمل شوبينج غالي. طيب، بصي كده على الفستان ده يا أبي. لازم نضيف شوية لمعان لإطلالتك. يلا على غرفة القياس. انتي بتعملي ايه؟ ارجعي تاني. خفاش، لكن ازاي؟ واو، ده لون لذيذ جدا. ليه؟ أنا تقريبا ممكن أكله. للأسف إن الفامبايرز والمرايات مش بيجتمعوا مع بعض. حبيبتي شكلك رائع. أنا مش قادرة أصدق عينيا. انتي بتتأثري قوي. على أي حال اتفضلي بقشيش أهو. النهاردة أول أيام أبي في المدرسة، لازم حد يخلي باله منها. كويس إن آدم موجود هنا علشان يقوم بالمهمة. أهلاً يا جماعة، أنا أبي. أنتي البنت الجديدة. على ما أظن. أنا سعيدة جداً إني قابلتكم. وإحنا كمان. اتفضلي يا عزيزتي. أوبس. ميفي، المفروض إن إحنا أصحاب. يا ربي، إزاي ده حصل؟ طيب واضح كده إن ده ميعاد الفامباير عشان تنتقم لنفسها. كفاية، إحنا آسفين. مش هنعمل كده تاني، بنوعدك. تمام يا أنسات، ده ميعاد بداية الدرس. أنا مدرسكم الجديد. إزاي تعرفوا الفامباير؟ أول حاجة بصوا على الأنياب. لكن ما تقلقوش، أنا مدرسكم العادي جدا، أقسم لكم. بصي عليا كده يا عزيزتي. يا ترى أنا فامباير؟ لأ، بس دلوقتي خلونا نكمل. الفامبايرز كمان بيخافوا من ضوء الشمس، فخلونا نعمل تجربة صغيرة. خلوا النور يدخل. النهاردة الدنيا بتمطر. واو، مبهر جدا. وطبعا أهم جزء هنا، الفامبايرز بيكرهوا الضوء. فيا ترى في حد فيكم حابب يدوق؟ لا، أنا مش جانا خالص، ابعدوا عني. أنت هنا أهو يا شاب، لو سمحت سيب فصلي حالا. صحيح، آسف، اتلخبطت في الأوض. شايفين يا بنات، بيسمحوا لأي حد يكون مدرس اليومين دول. استمتعوا بوجبتكم يا أنساء. كيك؟ الفامبايرز مش بياكلوا ده. طيب، ممكن معلقة واحدة؟ لا، ده مش هينفع خالص. يحصل ايه لو خلطناهم بشوية مربى فراولة؟ ما ينفعش ما نحطش سكر كتير. لذيذة. دي بتوجع. يا أنياب المسكينة. أبي. يا ربي. ما تقلقيش يا أنسة كيك، أنا هتصرف معاها. دلوقتي أحسن بكتير، صح؟ شكرا يا آدم. دلوقتي ايه اللي جرالك يا حبيبتي؟ أنيابي.
يبقى خلاص كده هتصل بدكتور الأسنان. دكتور محتاجين مساعدتك. وسعوا كلكم. إسعاف دكتورة الأسنان وصلت للمكان. ده وقت الكشف على المريضة. تمام يا أبي، ورينا أسنانك. فهمت. ده تسوس أسنان فامبايري، لكن ممكن نعالجه. اوعي تفكري تعملي كده أصلاً. أوتش. أنا عارفة إزاي أعالج أنياب فامباير بالظبط. طيب في الحالة دي أكيد. يلا نتخلص من الميكروبات دي كلها. دلوقتي الأنياب دي بقت سليمة كأنها جديدة. عاملة إيه يا حبيبتي؟ حاسة بشعور هايل يا ماما، شوفي بنفسك. واو. بيلمعوا جدا. مدهش. اتفضل يا دكتور. شكرا. من هنا ورايح ما تنسيش تغسلي أنيابك بالفرشة يا أبي. واو، بصي قد إيه حلوة فرشة الأسنان. أنا حبيتها. الجريمة مش بتنام أبدا، وده معناه إن مفيش حد ممكن يوقف الحرامي ده. مفيش حد إلا أبي طبعا. أحيانا بتحتاج إنها تتمشى في نص الليل. أكيد ده المكان اللي فيه الحاجات الغالية. يلا نشوف جوه. أيوة. هاي، يا ترى ليه مش بتقفلي خزنتك طول الليل يا مدام؟ أنا ما عملتش أي حاجة. طلعي صوت بعيد. ما كنتش متوقع ده. أقول لك إيه، من الآمن إن أنا أمشي. ما افتكرش خالص يا صديقي. أنا ممكن أستخدم ده. ما أعتقدش. إيه؟ إزاي؟ سبيك الذهب؟ إياك تفكر في ده دهب مامتي. إيه ده؟ أنا ما كنتش جعان. أنت مين؟ أنا أبي، فمبسوطة جدا إني قابلتك. لا. صباح الخير أبي. إيه اللي بيحصل هنا؟ بنتي شجاع، أنت مسكتي حرامي؟ ممكن أقدم لك إيه يا مسكيت؟ هو حضرتك جعانة؟ لا، ده مش ممكن يحصل. إيه اللي بيحصل هنا؟ بوبو، أنت كمان؟ أنا متحوط بالفامبايرز. إيه الرعب ده؟ الرعب الحقيقي لسه ما جاش يا آدم. قريب جدا هسيطر على العالم. لا، أي حاجة إلا ده. إيه ده يا آدم؟ ده مجرد حلم. أنا مش فامباير. مسكيت ارتكبت غلطة رهيبة. مفيش حل قدامي غير إني أصاد الفامباير دي. وأنت أهو يا أبي. أوبس. تاني. هي الفوضى دي كلها جت منين؟ مكان الفامباير هنا أهو. دي جميلة جدا. طيب خلاص كده، يلا نتخلص من التوم ده. أبي هي أرق فامباير في العالم. أنا واثق إن إحنا هنكون أصدقاء. أكيد يا آدم، أعز أصدقاء. النهاردة يوم أول ميعاد غرامي لآبي. مامتها اختارت لها ولد مثالي. هيكون ميعاد مثالي. يلا نعمل ده. وادي بنتي وصلت. هي كل ده كانت معجبة بشاب؟ طيب مفيش داعي نتخض، إحنا ممكن نحل ده. أنياب مزيفة، ده بالظبط اللي هنحتاجه. جرب تركب دول. أنا بقول لك ركبهم. لكن نسينا لون البشرة المناسب. دلوقتي يلا روح قابلها. أتمنى الخطة تنجح. طيب أنا جيت أهو يا جميلة. تحبي نخرج فين؟ حبيب شاب، ده الوقت المثالي الأول قبلة. هو إيه ده؟ أنت مش فامباير حقيقي؟ بس على الأقل ممكن تقدم لي العشاء. الحقوني، حد ينقذني. أبي، إزاي تعمليه بالشكل ده؟ الوداع يا شاب، تعالى تاني. النهاردة هو أسوأ يوم في السنة. ده يوم الآباء في مدرستنا، وده معناه إن أبي هتضطر تروح لوحدها. هاي آدم. هي كل حاجة تمام يا أنسة أبي؟ فهمت، يوم الآباء. أنا هفكر في حل. شكراً جداً يا مستر جونسون. الضباط اللي أمثالك هم الأبطال الحقيقيين. تمام يا أبي، ده دورك. فين باباكي؟ طيب أنا زي ما أنتوا شايفين. بص عليها، دي حتى ما عندهاش أب. يلا يا أبي ما تتكسفيش. قولي لنا إيه هي وظيفة باباكي؟ يلا ما تعطليناش. أنا وصلت أهو. آسف جدا على التأخير، أنا راجل مشغول جدا، أنتوا فاهمين طبعا. فهمت، ده وسيم جدا.
آدم شكراً، أنت أنقذتني. سيبيني أمشي فوراً، أنا عارفة حقوقي. شيء ما يهمنيش، اتحركي اتحركي. هي، أنت عارفة إن أنا بكلمك؟ من اللحظة دي أنا دلوقتي محبوسة في مجمع المهملات الرهيب ده. هي يا جارتي الجديدة، أنا إبريل. شكلها مقرف. اتفضلي يا صديقتي انتعشي. إبريل محظوظة إن أبي دايماً شايلة معاها شوية عطور. بصي كده جليتر ده. واو، حبيته. كويس لحد دلوقتي. فين شنطة التجميل بتاعتي؟ أراني إنك ما شفتيش حاجة زي كده أبداً. واضح كده إن إبريل مبهورة جداً. دي أدوات بتقنية عالية ومستحضرات تجميل غالية زي ما انتوا شايفين. يلا نبدأ عملية الميك أوفر. يو، بصي على الحبوب دي، مالها حبوبي؟ أيوة، واضح إنهم فعلاً بيعملوا شغل كويس قوي. ممتاز. مفيش حاجة نبلغ عنها، السكة فاضية. يلا ننضفهم باستخدام الشيء ده. دلوقتي مسكتك. الحقوني، مش عارفة أتنفس. أوه لأ، الحارسة بتاعتي. أنتي فين يا نينجا؟ فين؟ وراك مباشرة. أيوة. دلوقتي كده أفضل. لكن هي أنفك مالها؟ طيب، أوكي، ولا يهمك. أنا عندي أداة مثالية للمشكلة دي. الجهاز العملي ده بيحب المهمة دي جداً. إيه الشر ده كله؟ هي، أعتقد إن أنا اتزنقت. حد. ده مش نافع. أنا عندي فكرة أحسن. هنحل مشكلة الشعر دي عن طريق إزالة الشعر بالواكس. وأهو معانا. هنصب الشمع في السخان كده. للخطوة الجاية هنحتاج شوية أويل دي. واو، واضح إن إحنا جاهزين نبدأ. أبي، أنا كده بدأت أخاف. طيب، مين عايز مساعدة؟ طلعيني من هنا. الشعر ده عنيد قوي. ياه، شكراً على المساعدة. عرفت أتنفس تاني. واضح إن أبي بتنام بسرعة زي حارسة السجن برا. لكن إبريل صحية وبتشتغل بجد. دي بتخطط لشيء شرير. طيب، المفروض إنها تنجح. جه وقت تفعيل خطة الهروب. الضوافر دي حد كفاية إنها تشتغل زي المنشار في القضبان. أيوة، خلاص هدوق طعم الحرية. لأ، أنا اتزنقت. إيه اللي بيحصل هنا؟ هاي، أنتِ في ورطة كبيرة يا صديقتي. خلي بالك، فولت عالي. دلوقتي كده أحسن. هي إيه الدوشة دي كلها؟ أنتِ كويسة يا إبريل؟ واو، كده مش هينفع خالص. أنتِ محظوظة إن أنا هنا لمساعدتك. الفلوس ممكن تصنع المعجزات. محدش يعرف ده زي أبي. واو، شوفي ده كده. ده مبرد ضوافر كهربائي. دلوقتي يلا نبدأ شغل يا صديقتي. الجهاز اللي بتقنية عالية ده عمل شغل كتير. واو، أيوة، ده مش حلو. لكن طيب أنا هحاول على أي حال. لحظة واحدة، ومش هتعرفي المكان ده لما أخلص. ودلوقتي وقت تلوين الضوافر دي. استني، بصي للمانيكير الرائع ده. مفيش داعي تشكريني. أنا فرحانة إني شفتكم كلكم. أنا ممكن أكلكم كلكم حالاً. حلو. هاي، ممكن أنا كمان آخد واحدة؟ أنا بحب الحاجات دي. لكن لو أنتِ بتعملي إيه؟ عندك حق، دي لذيذة. ده رهيب. يا شنطة التجميل محتاجة مساعدتك تاني. آلة إزالة الشعر الضوئية 3000. أنتِ هتعملي إيه؟ مفيش حاجة مخالفة، ما تقلقيش. الشعر ده كله ومفيش قدامه فرصة. ابتسملنا يا نسا. طبعاً. طيب، شكلي عامل إزاي؟ هايل صح؟ بصي كده على أسترا لا فيستا بيبي.
واو ناعم جدا. هي ايه الريحة الفظيعة دي؟ اوه بصي كده على ده، واضح ان اسناننا بتتعرض لتخريب من شوية مخربين. الميكروبات دي بتنشر الفوضى في كل مكان بتروح له، ومع الفوضى بيجي تسوس الاسنان والبلاق. لكن ما تقلقيش، مفيش مشكلة، الجهاز العملي ده ما بيعرفش يحلها. هنحط معجون الاسنان عليه ونستنى النتيجة. انتوا مش هتعرفوا تهربوا مني. هي دول البوليس، احنا مش هنستسلم بسهولة. اوه بجد؟ يبقى انتوا اللي طلبتوا كده. المفجر الخارق ده هيطهر بق ابريل من الفضلات دي كلها. اوه لا، عملنا ايه نستاهل عليه ده كله؟ واو انا حاسه بالانتعاش. طيب انا هايله ولا انا هايله؟ ها ابي بوسي، طريق خروج. اوه دي اخبار رائعه. احنا هنبدا نحفر هنا. كل اللي محتاجينه ان احنا نلاقي الادوات المناسبه. ده مش هينفع دلوقتي، كده احسن بكتير. لكن لا 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 لا، اسفه. بصي معلقه. انتي ايه مشكلتك؟ انا ههزك لحد ما يبقاش فاضل فيكي اي مهملات. اوتش، لطيف. طيب خليكي معايا هنا يا صديقتي. يلا نضيف بس شويه ميه. ايه اللي بيحصل هنا؟ في الحقيقه ده شعور جميل قوي. دلوقتي هنصب الشامبو بأحدث أداة معانا، وفوالا، ده إحساس رائع جدا. فوار الحمام دي هتحسن التجربة. واو بصي الفوم ده كله، وهنا بيجي كوكتيل مخصوص ومغذي. شعر نضيف شكله رائع عليكي يا صديقتي. أخيراً هنخرج من هنا. فاكرة نفسك رايحة فين؟ اوه اسفه حضرتك، مش هعمل كده تاني. احنا لازم ننجز بسرعه. هي بتهمسوا بتقولوا ايه؟ انا براقبكم. هي رجعوا ده انتوا الاتنين. هتتمني لو كنا عملنا كده. اوه على حظنا مش راضي يفتح. طيب يلا نبدا تصفيف الشعر. أنا عايزة أعمل شعري كيرلي يا حبيبتي. لازم شكلي يكون مثالي. حاضر، لحظة أنا جايلك. سخنة أوي. لا، أنا آسفة يا أنسة. اعملي حاجة لو سمحتي. يا ربي استني أنا جايلك. كل دي غلطتك أنتي. تعالوا ورايا لو سمحتوا. معلش، ده ممكن يحصل لأي حد. أقسم لك إن إحنا مش هنعمل كده تاني. واو جميل. رجعي دي مش لعبة. دي بتحرق. ودي مش آخر حاجة. شوفي كده أنا عملت إيه. الضفاير والحلقات لايقين على بعض جدا. لا إحنا أبرياء. سيبونا نمشي. دي حلوة قوي وستايلش. إبريل جرين جالك طرد. جميل. أسناني. هي إيه الدوشة دي كلها؟ بصي كده المستحضرات التجميل دي. أسفنجة الميك اب دي هتساعدنا في الشغل على لون بشرتنا. مش ممكن ننسى الهايلايتر كمان. واو لامع جدا. مش هينفع ما نحطش جليتر كتير. حاسة كأني أميرة خرافية. ما تستعجليش يا صديقتي، احنا لسه ما خلصناش. ليه ما تخلصيش المهمة دي بختم صغير وجميل؟ دلوقتي شكلك كأنك أميرة حقيقية. لكن لسه الوقت بدري قوي على الاحتفال يا صديقتي. بدومك طفولية شوية. لكن أدي بتعرف ازاي تصلح ده. واو عملتي كده ازاي؟ ما تشغليش بالك ازاي. دلوقتي قيسي ده. أبي انتي مدهشة. أنا كده فعلا. هي انتوا بصوا كده. يبقى أنا لازم أمشي. يلا بسرعة يا حضرة الضابط. الوداع يا أبي.